إلغاء امتحانات الإعدادية بالنظام القديم ودخول نظام جديد على امتحانات الإعدادية. بسم الله والصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم. لو مهتم بمحتوى التعليم وأخبار الثانوية والتعليم بشكل عام، حط لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة أو متابعة للصفحة، ويلا نبدأ الفيديو. وتتوالى مفاجآت وزير التربية والتعليم ووزارة التربية والتعليم لكافة السنوات وكافة المراحل، بدءا من الصف الأول الابتدائي وانتهاء بالثانوية العامة. في خبر جديد وتعليمات جديدة وصلت لجميع مديريات التربية والتعليم بجميع محافظات اسكندرية بتغيير شامل في نظام امتحانات الإعدادية هذا العام، وإلغاء نظام الامتحانات الإعدادية الأعوام السابقة. طيب، إيه هو النظام السابق وإيه هو النظام الجديد؟ النظام السابق يا جماعة إن كان الامتحان بيتحط على مستوى كل محافظة، دي معروفة، يعني كل الأحياء في كل المحافظة بتمتحن نفس الامتحان، دي أول حاجة. ونموذج موحد بتمتحنه جميع المدارس من ابتداء من اقصى شرق المحافظه لاقصى غرب المحافظه، هو ده النموذج. طيب، احنا كنا اتكلمنا على القناه قبل كده على منع الغش في الاعداديه، وعملنا فيديو على الامر ده، وكنا من الناس السابقين، يمكن الفيديو بقاله اكتر من شهر على القناه عندنا. طيب، ايه الجديد بقى؟ ايه النظام الجديد اللي هو القرار العاجل اللي هو تم، يعني يمكن هو القرار طلع من يومين بالظبط، وتم نشره في جميع المديريات التعليميه لتنفيذه، ان هيبقى في 4 نماذج في امتحانات الاعداديه بدلا من نموذج واحد. هذا العام هيبقى في 4 نماذج، الف وباء وجيم ودال، بدل من نموذج واحد في الاعوام السابقه. ده النظام القديم اللي كان مطبق. يعني ايه الكلام ده؟ يعني النماذج دي هتبقى شبه بعضها ولا هتبقى مختلفه؟ النماذج هتكون شبه بعضها بالظبط، ولكن مع فرق في ترتيب الأسئلة. ولكن يعني مثلا السؤال الواحد في نموذج ألف ممكن يكون سؤال 6 في نموذج ب، ممكن يكون سؤال 9 في نموذج ج، ممكن يكون سؤال رقم 15 في نموذج د. زي لو انت متابع نظام امتحانات الثانوية العامة، هيبقى زي امتحان الثانوية العامة بالظبط. وده هيتطلب من الطالب ان هو يكون حريص جدا، وركزوا معايا في الحتة دي، انه يكتب ويظلل او يكتب رقم النموذج بتاعه، ويمكن ده اهم ما يكتب اسمه شخصيا. لان لو هو كتب نموذج غلط، كل سنه وانتم طيبين، هيتصحح على النموذج الغلط، ولا قدر الله ما ياخدش الدرجه بتاعته. ودي كانت ازمه برضو بيواجهها طلاب الثانويه العامه، خاصه في بدايه النظام الجديد. يعني الورقه الامتحانيه النموذج هيبقى الف وباء وجيم ودال، شبه بالظبط اللي بيحصل في الثانويه العامه، نبقوا 4 نماذج الف وب وجيم ودال. ولازم يا جماعه بنشدد، كل اب او ام عندهم طلاب الاعداديه ينبهوا كويس جدا على الطالب انه يكتب اسم او رقم او رمز النموذج الصحيح. اهم مما يكتب اسمه، اهم مما يكتب اسمه انه يكتب النموذج الصحيح بتاعه. تمام؟ لو كتب رقم الجلوس وكتب النموذج هيوصلوا له. لكن مشكله لو كتب اسمه وكتب رقم الجلوس وما كتبش النموذج، مشكله، او كتب نموذج غلط، مشكله كبيره جدا. طيب، تعالوا كده نشوف تفاصيل الخبر. بيقول لك ان نظام والكلام ده هيتطبق بدءا من الشهر، يعني من الاعداديه الترم الاولاني اللي احنا فيه ده هو 2025. بيقول لك ان ارسلت وزاره التربيه والتعليم خطابات رسميه لمديريات التعليميه للادارات التعليميه المختلفه بشأن امتحان الإعدادية. ولازم من المقرر أن يبدأ في امتحانات نصف العام للصف الثالث الإعدادي بدءا يوم 18 يناير المقبل، وتستمر فترة الامتحانات حتى يوم 23 يناير من نفس الشهر. لذلك يبحث الطلاب وأولياء الأمور نظام امتحان نصف العام للشهادة الإعدادية بعد بدء خطابات المديريات التعليمية. والمتوقع ان هي هتكون وفقا للبيانات للكلام اللي تم إرساله، إن هيكون 4 امتحانات وليس 4 نماذج وليس نموذج واحد. أنا عاجل جدا إلغاء نظام امتحانات الإعدادية القديم، وعقد نظام جديد لامتحانات الإعدادية هذا العام، والذي سيبدأ بعد أيام قليلة مع بداية العام الجديد 2025. نقول بسم الله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو مهتم بمحتوى أخبار التعليم والثانوية العامة وتنسيق الكليات والأخبار الثانوية الأزهرية
اخبار التعليم بشكل عام، حط لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه او متابعه للصفحه، ويلا نبدا الفيديو ونشوف تفاصيل الخبر الجديده جدا، وتتوالى مفاجآت وزاره التربيه والتعليم هذا العام والقرارات. وتابعوا معانا لان في قرارات جديده على طول بتصدر باستمرار، حتى ان القرار هو صدر يا جماعه قبل اقل من 3 اسابيع قبل انعقاد امتحانات الاعداديه هذا العام.